هل توافق الرأي فيما ذهب إليه سيادة اللواء كمال من أن هذه معركة قد تطول كثيرا؟ اتفق معه كثيرا. طبعا عزائنا لكل الشعب المصري وعزائنا لأسر الشهداء، وطبعا عمل جبان وعمل خسيس. وللأسف الشديد القنوات اللي احنا كنا بنقولنا بدأنا فكرة التفاوض معها أمس كانت تمتلئ شماتة، حتى انهم عرضوا شريط التفجير ووراء صيحات الله اكبر مع تفجير وقتل الجنود المصريين. يعني لا اعلم على اي اساس كانت هذه الوساطه للمصالحه. صحيح، كيف تابعت هذا الامر؟ يعني عمليه ارهابيه من المفترض انها تستهدف اهداف امنيه تابعه للقوات المسلحه وغيرها، ومع هذا الكاميرات حاضره تصور تنفيذ هذه العمليه. ما هو ده في مشكله كبيره. اول حاجه قدرتهم على معرفه التوقيت وتصوير صور دقيقه، ولو تتبعت الهمس اللي كان موجود قبل الشريط كان واضح انهم منتظرين التفجير. وطبعا الصوت مصري وليس صوت يعني من فلسطين او من الطرف الاخر، وطبعا الصوره مظلمه، ولكن واضح من الصور ومن صوت التكبيرات انها من الجانب المصري، تكبيرات مصاحبه للتفجيرات وفي اماكن متعدده. المشكله ان القناه تذيع هذا الكلام دون كتم هذا الصوت او دون حتى التعليق السلبي عليه. قمه الحقاره وقمه الشماته في طب بعيدا عن هذه القناه، يعني نفهم بس كيف يتحركون بهذه الاريحيه في منطقه لشهور هي مسرح عمليات؟ ما هو بقى ده السؤال اللي هو محتاج نتكلم عليه شويه، لان برضه تنفيذ عمليات متزامنه بهذا الشكل هي عمليه نوعيه لا شك في ذلك. طبعا كان في قبل كده كرم القواديس، او حتى كان في الفرافره، او حتى كان في العمليه البحريه، ولكن تعتبر هذه العمليه عمليه اكثر نوعيه، تزامن وتخطيط ربما وتدريب على مستوى عالي من الجوده والكفاءه. طبعا في انتحاريين، يعني لا نستطيع ان نغفل البعد الايديولوجي ونقول انهم مولين فقط، لا، القضيه فيها بعد ايديولوجي واضح جدا. هذه المناطق كانت اقرب للسلفيه في عصر السابق، وتحولت الى السلفيه الجهاديه، وجاء اليها جزء من خارج مصر في فتره عام حكم مرسي، وتطورت هذه العقائد وهذه الايديولوجيه الفاسده فكريا بهذا الشكل الكبير، ولم نواجهها بالشكل الكافي. الجزء المهم اللي برضه استطيع المحليين اللي هو قاله سياده اللواء برضه ان احنا فعلا جيشنا الوحيد هو الصامد حتى الان في المنطقه، لان هو الجيش الوحيد اللي هو ليس قبلي وليس طائفي. ده تكوين الجيش المصري، بخلاف جيش اليمن، بخلاف جيش العراق، بخلاف جيش سوريا. كل هذه الجيوش تفككت واستطاعت امريكا ان تخترقها، وهم واثقين ان هم غير قادرين على اسقاط الجيش المصري او اسقاط الدوله المصريه. ولكن عشان نكون واضحين، هو هدفهم واضح، ليس اسقاطه، لانهم عارفين ان هذه خطه فاسده وفاشله، ولكن يريدون انهاك اقتصاديا عدم قيام هذه الدوله المصريه. وفكره المخططات الخارجيه اصبحت بديهيه، لا نحتاج الى الاثبات عليها والدلائل، لانها لم تصبح امور خفيه او من خلف الكواليس كما كان يحدث في السابق. الهجوم علني سواء من تركيا او حتى سواء من الدول الغربيه، وعدم إدانة الجماعات الإرهابية بشكل واضح. كل هذه الأمور أصبحت مكشوفة وعلى العلن. حتى الترتيب الأوراق في ليبيا يتم خلف ظهر مصر. الجزائر تنسق مع أمريكا عن طريق مفاوضات جنيف وإدماج الإخوان المسلمين اللي هو فجر ليبيا في هذه المفاوضات، لأن الجزائر كان علاقتها بالإخوان في الفترة السابقة كانت غير علاقتها مع تنظيم القاعدة، ولذلك هم رفضوا اعتبارهم جماعة إرهابية، وأيضا ينسقون مع أمريكا من خلف أظهرنا. والمشهد الليبي ايضا سيكون ضاغط على الملف المصري، وبشكل واضح الغرب يضغط على مصر لعدم اقصاء الاخوان المسلمين. كل هذه الامور تكون في تركيزنا، ولكن اليأس في هذه اللحظات لا نملك رفاهية اليأس، ولكن لا نستطيع ان عندنا مزيج من الالم والقلق على الوضع المصري. مش الوضع المصري من حيث الجيش احنا واثقين فيه، ولكن قدرة صمود الدولة على التحديات الاقتصادية، لأنهم يراهنون على الوقت ويراهنون على عدم قدرة القيادة السياسية أو الدولة المصرية على حل المشاكل الاقتصادية بما يفاقم أوضاع الفقر. طب أخيرا أستاذ سامح، يعني هذا الدعم اللوجستي، المعلومات الدقيقة التي تحدثت عنها، هل أولا تعتقد أن الدعم الخارجي فقط بالمعلومات المخابراتية، العناصر كلها من داخل مصر، أم ما زالت هناك عناصر تدخل عبر
عبر الحدود لمساعدة أطراف مصرية في الداخل وكذلك بالسلاح؟ من المؤكد ان هو في دعم لوجستي كبير، ان السلاح بيتدفق بشكل مكثف، ان حتى الان لم نستطع انهاء مشكله الانفاق بشكل كبير. هناك ربما عناصر تدرب في الخارج، ولكن انا اعتقد ان الجزء الاكبر من هذه المجموعات هي مجموعات مصريه، ربما مطعمه باعداد قليله من تنظيم القاعده او تنظيم داعش، او اللي هو كان القاعده وتحول الى داعش الجيل الثالث. احنا بنحارب الان الجيل الثالث بتاع تنظيم القاعده، لان هي مشكله افغانستان هي مشكله اللي احنا بنلاقي مراراتها حتى الان ولا نستطيع حلها حتى الان. وللاسف الشديد كانت الانظمه والشعوب تورطت في هذه الحرب اللي لم يكن لها فائض يعني. القضيه المهمه ايضا ان هذه العمليات المتزامنه لابد ان نعترف بقصورنا واخطائنا حتى نستطيع تجاوزها. من المؤكد ان في قصور في اختراق هذه التنظيمات، لان معنى مجموعات متزامنه بهذا الشكل وفي توقيت واحد ولا تصل الينا اي معلومات امنيه مسبقه او حتى توقعات، وبهذا الشكل نعتقد ان هو هناك في مشكله امنيه لابد ان تحل. وايضا من الواضح ان هناك ظهير مجتمعي ما، فلابد التواصل السياسي وايضا رجال الازهر لابد ان يذهب اكثر الناس احترافا الى هذه المناطق وان يتواصلوا انسانيا مع هذه المجتمعات. لابد ان تنميه اكثر في هذه المنطقه تواصل سياسي، لان ما زال احيانا يكون التواصل الامني له ابعاد سلبيه او يشعر الشخص ان هو متهم، فلابد من تواصل سياسي وتواصل مجتمعي وحل مشكلات هذه المجتمعات. لان طبعا زي ما صرح الرئيس السيسي من فتره قليله ان هو كان في 200 في حروب مباشره او في تبادل سقم نووي مباشر، وكان في 900 ثبت بعد مع الوقت ان هناك جزء منهم لم يكن عليه دلائل واضحه. فانا اعتقد من الممكن التواصل المجتمعي مع رؤساء القبائل والقبائل الموجوده هناك لحل مشاكلهم الاجتماعيه وحل بعض المظالم. كان هناك افراد تم القبض عليهم بطريقه عشوائيه او غير متهمين، لابد من التواصل الانساني والسياسي والاجتماعي مع هذه المناطق وحل مشاكلهم حتى لا يكون هناك ظهير من اي نوع ولو تعاطف انساني مع هذه المجموعات، لان هي برضه لها ابعاد قبليه. فلا بد لانهم كلهم في اخر 300,000 واحد او 400 شمال سيناء كله 400,000 شخص، فنستطيع دعمهم اجتماعيا وماليا وصحيا بشكل كبير واعاده التنميه في هذه المناطق. الحلول لابد ان تكون متوازيه. القاء العبء على الاجهزه الامنيه فقط في خطوره كبيره جدا، ان يكون هناك حلول موازيه. من المؤكد ان الحل الامني والتطهير وكل هذه الامور اللي بيعملها الجيش المصري هو شيء جيد ونسمنه، ولكن لا نلقي العبء عليه كاملا. هناك لابد من جهود تنمويه وسياسيه. نريد ان يذهب رئيس الوزراء هناك، ان تتحرك مشاريع تنمويه في هذه المناطق بشكل سريع، كما يتحرك نحن في الداخل وفي المناطق اللي في الداخل ايضا. هذه المناطق تجاهلناها لفتره كبيره جدا، لابد من تمدينها وتحديثها بشكل اكثر. انما كلما ازدادت الاماكن حداثه ومدنيه، يكون في صالات سينما، يكون هناك مسرح، يكون هناك كل هذه الامور تمدين المناطق يبعدها عن الراديكاليه الاسلاميه. لان من المعروف في مصر ان منطقه مرسى مطروح او منطقه سيناء هي اقرب الى الراديكاليه الدينيه بشكل عام، ولابد ان تحلحل هذه المناطق ويعاد اعاده جغرافيا السكان في هذه المناطق، اعاده تغييرها بشكل او باخر على المدى الطويل. لابد ان تكون هناك استراتيجيه عامه يتحرك من خلالها الدوله المصريه في هذه المناطق، ولا نتعامل برد الفعل المباشر والسريع على حوادث من هذا النوع. لابد ان تكون هناك استراتيجيه بعيده المدى في هذه المناطق حتى لا نفاجأ بتفاقم الاوضاع. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سامح عيد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية. تنضم إلينا من فرنسا سفيرة النوايا الحسنة أستاذة جيهان، مساء الخير.